في الحقيقة البلاء الدنيوي إذا لاحظناه منسوبا إلى قضاء الله وقدره كالفقر أو التعرض للشمس أو انقطاع الماء أو انقطاع الكهرباء، وإن كان صعبا ويحتاج إلى صبر وجلد ومعاناة، إلا أنه يحدث نتائج طيبة في الدنيا والآخرة معا. أما في الآخرة فعلو الدرجات، وكلما كانت الدنيا أصعب وبلاؤها أكثر كانت الآخرة أسهل، وكلما كانت الدنيا أدنى كانت الآخرة أعلى. ولنا أسوة بالحسين عليه السلام الذي قيل له لك مقامات لن تنالها إلا بالشهادة، أي إلا بالمصاعب الدنيوية الشديدة، وهو ما وقع في حادثة الطف. وأما فوائدها في الدنيا فهي قوة التحمل، فإن طاعة الله لو لوحظت عموما احتاجت إلى تحمل عالي جدا وصبر حقيقي، وليست طاعة الله في الصوم والصلاة فقط. ومن هنا فمن الراجح جدا ألا نكون كما يقولون باللغة العامية بزر شكليت وقليلين التحمل، بل نكون صابرين وصامدين تجاه طاعة الله سبحانه وتعالى. والمهم أننا لا نكون متخاذلين وغير متعودين على المصاعب،